أدعو الآن سماحة الشيخ سامي المسعودي المحترم معالي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه المنتجبين. السيد معالي وزير الثقافة المحترم، السيد محافظ بغداد المحترم، السادة الأخوة المستشارين، الوكلاء، المدراء، أصحاب الشركات، إخواني أخواتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية أشكر الأخوة الأعزاء في شركة المسل على هذا التنظيم، ونشكرهم على هذا الملتقى الثاني للحج والعمرة، وكذلك نرحب بالأخوة في شركات المملكة العربية السعودية في بلدهم الثاني. نشكرهم على هذا الحضور والتواجد والتعاون مع الشركات العراقية، ونقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا في بلدكم. في الواقع هذا الملتقى ملتقى العمرة، نحن في العام الماضي تحديدا في المدينة المنورة كان هنالك ملتقى كبير لشركات العمرة تحديدا، ولعله لأول مرة كان يطلق هذا المؤتمر في المدينة المنورة. سابقا كان يعقد في جدة، ولكن العام الماضي لأول مرة يعقد في المدينة المنورة برعاية معالي وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة في ملاكات الوزارة، وضم 83 دولة تقريبا في المدينة المنورة. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه الشركات، شركات العمرة والسياحية في العراق، حصل العراق على المرتبة الأولى لأكثر تنظيما في هذا المؤتمر وحضورا ومشاركة. وهذا إنما يدل على اهتمام هذا البلد بهكذا شعيرة العمرة، اهتمام هذا البلد بتوفير الراحة والوصول والسهولة إلى الديار المقدسة. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بأن هنالك أناس في الشركات العراقية أنه تريد أن تعمل بشكل ما يمتاز به الجودة في هذا الموسم والمواسم التي تأتي. إضافة إلى ملف الحج، عندما تضافرت الجهود الحكومية وفي هيئة الحج والعمرة على تطبيق معايير جودة الحج التي شاركت فيها 83 دولة عربية وإسلامية في المملكة العربية السعودية، وبفضل الله سبحانه وتعالى حصل العراق وعلى التوالي الجائزة الكبرى والمرتبة الأولى بين تلك البلدان. أنا أختصر في هذا الملتقى لبعض النقاط التي قد تعزز من النجاحات وتعزز من جودة الخدمة لبلدنا، لأوجزها بنقاط. النقطة الأولى أخواني، شركات العمرة يجب أن تتطور بخدمة المعتمرين. لابد أن لا نبقى على المستويات الروتينية الكلاسيكية في خدمة الحاج، سواء كان خدمة الحاج برا أو جوا. ونحن لعله الدولة الأولى بين البلدان الإسلامية للمملكة العربية السعودية أكثر تفويجا برا للمملكة العربية السعودية، أكثر بلد تفويجا برا. وكذلك ما يخص موضوع المعتمرين جوا، فعلى الشركات أنه كما تقول في الحكمة: من تساوى يوماه فهو مغبون. وأنا أقولها دائما: من تساوى موسماه فهو مغبون. التطور الحاصل في هيئة الحج والعمرة وخصوصا في ملف الحج أنه لا نبقى نتكئ على النجاح الماضي ونقول العراق نجح وهذه البعثة نجحت، وهذا مما يزيدنا
قضية أنه الركود وعدم التطور في خدمة الحج، بل لا بد أنه كلما جاء موسم علينا أن نتطور بتطور الزمان، ما يخص الأتمتة، ما يخص التكنولوجيا الحديثة، ونسخرها بخدمة الحاج. العام الماضي أدخلنا الكثير من الأتمتة والتطورات التكنولوجية في خدمة الحاج، كموضوع الGPS، الأتمتة الإلكترونية، الفيز، إصدار التأشيرات، الجوازات، عدم اصطحاب أي حاج إلى دائرة مثلا ويتعب بعناء ويأتي بالجواز السفر، بل بالعكس كانت عبارة عن أتمتة إلكترونية. واليوم احنا عندما استخدمنا القرعة الإلكترونية، سابقا كان يأتي المواطن إلى الدوائر المعنية في كافة المحافظات من أجل تسجيل البيانات ويقدم على القرعة ويدفع مبالغ. اليوم الحمد لله لم يأتي مواطن واحد لأي دائرة ولأي مكتب في المحافظات سواء عن تطبيق الابليكيشن في التليفون أو الحاسوب ويقدم إلكترونيا ومجانا، ولأول مرة تستخدم هذه التكنولوجيا. والحمد لله اليوم وصل العدد تقريبا 2,900,000 متقدم للحج. لماذا؟ لأنه سهولة اليوم الكل يمتلك جهاز الموبايل والكل عنده انترنت ويقدم بشكل من دون واسطة أو توسط أو غير ذلك. العمرة كذلك أخواني، نحتاج تطور في ملف العمرة. أنا لم أشهد تطورا كبيرا ملحوظا. نعم توجد شركات اليوم برزت على الساحة في هذا الملف وتقدم خدمات وأوبشنات. اليوم نريد يعني تقديم خدمة عالية للمواطن، وخصوصا الاستعداد المسبق لشركات العمرة، عليها أن تستعد مسبقا قبل دخول الذروة في الموسم وليس في العمرة الاعتيادية. يعني مثلا المتحدث أمامكم، أنا في الموسم في مكة المكرمة يوم 16 ذي الحجة وأنا تقريبا أنهيت 80% من الموسم القادم، من العرفة وفي منى وفي الإعاشة وفي النقل وفي السكن. تقريبا أغلب فنادق مكة تم حجزها إلى البعثة العراقية الحج. استعداد مسبق، تريد أن تنجح تتابع، لابد أن تسبق الزمن، تسبق من هو. هذه هي المنافسة الجيدة، أنه المنافسة الحقيقية في خدمة المواطن، في خدمة المعتمر، في خدمة الحاج. ثانيا الالتزام بالقوانين إخواني في شركات العمرة العراقية منها خصوصا، والتعليمات التي تصدر من وزارة الحج السعودية. نحن في بلد مضيف، فعلينا أن نحترم قوانين ذلك البلد، مثلما نحن في العراق تريد من الزائر الكريم، من الأجنبي، من الذي يتوافد إلى هذا البلد أن يحترم قانون العراق ويحترم عرف العراق ويحترم تعاليم أهل العراق. وهذا من حق أي بلد أنه يحترم قانونه ويحترم تعليماته. ولعله أنت تشمئز إذا وجدت مثلا وافد إلينا وهو لا يحترم قانون البلد. كذلك نحن إخواني عندما نذهب إلى المملكة العربية السعودية على الشركات العراقية أن تحترم قوانين ذلك البلد من خلال عدة أمور، منها إخواني المخالفات، وأنا أؤكد عليها. لا بد أن نوصي إخواننا المتعهدين مدراء الحملات والباصات أن يلتزموا بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات. وأقصد بالمخالفات إخواني وخصوصا العمرة البرية لابد أنه يبتعدون عن المخالفات والممنوعات. قد يوسوس البعض من ضعاف النفوس ويستغلون ملف العمرة ويستغلون الناس المعتمرين ويدخلون بعض الأشياء الممنوعة، وهذا ما لا أرتضي إخواني. وأنا أصدرت كثير من التعليمات والعقوبات على مرتكبيها. في الحج منعنا منعا أبديا لعدم الذهاب إلى الحج من يخالف ذلك، بل بعضهم سولت له نفسه وأحضر بعض الممنوعات واكتشفناه في الحدود. واليوم الحمد لله أرجعناه إلى بغداد وأصدرنا له منع ولا يدخل في المستقبل إلى المملكة العربية السعودية. لماذا أخواني؟ لأنه يسيء إلى سمعة بلدي، يسيء إلى سمعة العراق، يسيء إلى سمعة المعتمرين، يسيء إلى الشركات الرصينة التي توافق هذه الأشياء، ونحن لا نريد من يسيء إلى سمعتنا. لذلك
أرجو من الأخوة استثمار هذا المؤتمر، وأدعو الإخوان الأعزاء القائمين على هذا المؤتمر في السنة القادمة أن يجعل له معرض واتفاقيات وتوقيع مع الشركات الرصينة مع إخواننا في المملكة العربية السعودية، واختيار أفضل الفنادق التي تليق بأهل العراق، واختيار أفضل الشركات النقل الداخلية في المملكة العربية السعودية والإعاشة وغير ذلك من الأمور. كذلك أيضا أن لا نهتم بالجوانب المادية فقط للمؤتمر، وإنما علينا أن نثقف المؤتمر. بعضهم لأول مرة يسافر إلى المملكة العربية السعودية، لأول مرة يسافر إلى المدينة المنورة، لأول مرة يرى ويتشرف برؤية الكعبة المشرفة. هذا يأتي دور أصحاب الشركات إخواني بالتثقيف الروحي والمعنوي والالتزام والتعليمات وكل هذه الأشياء، لأنه قد يجهلها المعتمر، يجهلها الحاج، مثل ما احنا في الحج عندنا اليوم ورش وتعليمات من خلال المرشد الديني والمتعهد بتثقيف المواطن كيف يحج، كيف يدعو، كيف يذهب. هذه أيضا من وظائف الشركات. كذلك إخواني الاعتماد على الشركات الرصينة من أجل أن تكون هنالك خدمة عالية للمواطن، وأتمنى أن تقدم قوائم لهذه دعوة للشركات، وأنا مستعد لتقديم برنامج للمعتمرين، برامج للمعتمرين يعني، وخصوصا الموظفين إخواني. الموظف الذي لا يستطيع الذهاب لمدة 10 أيام ويترك عمله، أو بعض أصحاب التجارة وغيرها، أحتاج إلى بعض البرامج العمرة المختصرة تستهدف فئة معينة بالعراق، كالموظفين، كأصحاب العمل الذين لا يستطيعون ترك العمل لمدة طويلة. وهذه دعوة لأصحاب الشركات، أتمنى لكم كل التوفيق، ونحن كهيئة حج وعمرة داعمين وساندين ومؤيدين لأي عمل يصب في خدمة المعتمر والحاج على حد سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.